ابشر ابشر ابشر. الله اكبر الله اكبر. داجو داجو داجو. بدك بدك بدك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والله الله اكبر. مبروك والله مبروك. ابشر ابشر ابشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل مشاهدي ومتابعي قناة براؤون. في البداية نذكر المشاهدين الجدد مع متابعة القناة وللمتابعين تفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد. اليوم يوم 24 رمضان 13 مارس 2026 استطاع القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان أن تستعيد 3 مناطق استراتيجية من الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو بقيادة جوزيف لاكو. قوات المسلحة السودانية اشتغلت شغل تمام جدا وقدرت سيطرت على مناطق استراتيجية في ولاية جنوب كردفان مدن حول مدينة الدمازين، وطردت قوات حركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو وهي التمركز في مناطق جديدة لتوسيع دائرة العمليات في ولايات جنوب كردفان. القوات المسلحة السودانية في كل الجبهات في خلال هذه رمضان شغالة شغل تمام. ربنا يقويهم وينصرهم على الأعداء ويكسر شوكة العدو ويقوي شبابنا وينصرهم على الأعداء. شفاء عاجل للجرحى وأودة حميدة للمفقودين والماسورين والنصر للسودان. كده نطابي باقي التفاصيل الماركة اليوم يوم تسجيل دخول جديد، نصر من الله وفتح غريب. نشوف مع بعض. دخول تسجيل دخول. ولم تروا من الفيل الا اذنين. موضوعنا ده ما حيجيب معاكم والله الى الحدود. منطقتين اخوي بي بي سي حيويات لو هي ما بعدهم من التأثير ومن الافتتاح اللي حنشهده في اليومين الجاية. إن شاء الله حنشوف بإذن الله سبحانه وتعالى البشريات في الساعات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الليلة قواتكم المسلحة تستعيد محلية غرب وجنوب جرت هي تسمى كده يعني تنطق جرت. نعم ما بعرف بالطاء او بالتاء. نعم غرب الكرمك وتكبد قوات جوزيف توكا خسائر فادحه 3 مناطق يا اخوه الكرام. الليله تمكنت قواتكم المسلحه التابعه للفرقه الرابعه الدمازين من استعاده محطه جرت غرب مدينه الكرمك بعد معارك عنيفه مع قوات المتمرد جوزيف توكا أسفرت العمليات عن تكبيد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وهربت كالعادة تاركة وراءها جرحاها وقتلاها ومع بعض المعدات والعربات القتالية. الله أكبر الله أكبر. الفتك من كل مكان. نعم الفتك يحيط بهذه الميليشيا من كل مكان. الحمد لله رب العالمين. سيارات الجو فتكتهم فتك لم تبغي منهم أحد. قضت على الإمداد كامل. الله أكبر الله أكبر. في ضربة نوعية تحسب للقوات المسلحة السودانية الجوية اللي قاعدة تورينا كل يوم إنها عين صاحية وإنها تراقب الجو تماما. هذا ما حدث في معبر أدري. مسيرة بدل أديكون يا جماعة. مسيرة الحدود أديكون حدود مسيرة بدل أديكون يا جماعة. بل فاخر من الآخر. برتاج المقطع ده يلعب لأي زول يا جماعة. بل فاخر يا إخوة الكرام. ضربات كانت سريعة وخاطفة في أديكون في معبر أدري للعتاد الوصل. نعم ونحن طبعا متابعين كل ما يدور وما يحدث. نعم هذا ما حدث يا إخوة الكرام. فتك فاخر من الآخر. تم البل بنجاح. تحية لنسور الجو والتحية للعين الصاحية. استيك بلاستيك دو لك أيها الجنجويدي. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الضربات الجوية الكبيرة الليلة اللي شهدتها منطقة الردوم. نعم يا إخوة الكرام الردوم والفجخ بالكوم. الميليشيا الليلة في منطقة الردوم تم بلها بنجاح. نسور الجو شغالة شغل كبير. هذا ما حدث يا إخوة الكرام. خلوني نجيب لكم من بداية.
ما نسمع شغل بيبكي بكي. بكي بكي. 21 رمضان حلال يا جماعة. خلاص يا رباية ده خلاص شغل لسم زوج طلع حاجة ذاتها مات. أثرا بعد عين بل فاخر من الآخر. القروش بجمعوا بيه قروش المحروقة على القروش. قروش الجنجويد خاتنها مع العتاد ومع المخازن. دي القروش تشاديين ومعاهم الجنجويد. بقوا يحملوا الذخائر والعتاد والوقود على ظهر العربات الحمير الكوارو يا إخوة الكرام بكميات رهيبة جدا. ينتظرون أن يفتح لهم البوابات للدخول. يا إخوة الكرام احنا بنقول لهم والله وبالله نحن صاحين ومفتحين وصابرين وجاهزين قسما بالله الفتك والمتك في انتظاركم. شوف شوف لو كله برا ميكات لسه قاشي. شوف 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 مغطغط جد علي. شوف 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 كمية الكوارو وكمية الحصين. تعالوا داخلين تعالوا. أقل شيء 2000 من حصان لحمار بعربات الكارو شايلين الوقود والذخائر والعتاد ونحن شايفين لكم والله وبالله. شوف انا قدمت لكم نصيحه كيف بيجي خاشي فيكم يقنع من عمره. قواتكم المسلحه حيدت عدد كبير من قادات الميليشيا. ضربه جويه فاخره من الاخر. ضربه جويه مركزه نعم في منطقه صليعه. قوات المسلحه قذفت عبر طائرات المسيره مواقع الدعم التابعه لنظام الدويله في منطقة صليعة بولاية غرب دارفور وحيدت عدد كبير من القادة والضباط والجنود ودمرت عتاد حربي وعربات قتالية. ضربة كانت نوعية لها ما بعدها وحتشوفوا الصراخ وحنشوفوا الليلة في نشرة الساعة 9 الفيخ والموت والهرس اللي حاصل لهذه الميليشيا. الله أكبر الله أكبر. في تمام الساعة 6 مساء ضوي انفجار قوي جدا في نيالا. نعم ولا ندري الحاصل شنو. الخبر اللي عندنا والمؤكد انفجار كان اسمع نيالا كلها. وبكره ان شاء الله نشوف الحاصل شنو لما تجينا الاخبار اللي اتفتك منه واللي اتجغم منه واللي اتهرس منه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سأرا لكل الشهداء. الله اكبر سأرا للشهداء ذكرتهم لكم امبارح المواطنين الاسره اللي راكبه بوكسي في ضواحي دار حمر في النهود من الميليشيا. الليله المسيراتنا جابت لكم حقكم. الله اكبر الله اكبر. ضربه استهدفت اكثر من 5 مواقع داخل النهود. دمرت عدد وهلاك كبير للميليشيا وللعربات القتاليه والعتاد. ده خبر خاص من غرفه الطوارئ دار حمر اللي بالحمد لله رب العالمين مبسوطين للحصل ولتار ابنائهم واهلهم اللي ماتوا قدرا على يد هذه الميليشيا اللي حولوا النهود الى بيوت اشباح. اللي حولوا الميليشيا اللي حولوا النهود الى بيوت تسكنها الاشباح ومارسوا فيها كل انواع الفساد. الله اكبر الله اكبر. لا لا يا جماعه في فتك ما طبيعي في بل ما طبيعي. الله اكبر. الليله ضربه جويه في مبادر. نعم هؤلاء الملاقيت كعادتهم يختبؤون تحت اشجار اللالوب. نعم وحتى هذه الاشجار لن تحميكم. نعم شغل فاخر بالملي وما بتلي. تعالوا شوفوا معايا الليله ضربه جويه من نوع فاخر عدت الى هلاك عدد كبير من الميليشيا ومن عرباتهم كانوا مختبئين داخل الاشجار. واحد الليله في ارتكازات كوستي اللي كانوا صاحين له ومفتحين له. تعالوا نشوف مع بعض يا اخوتي الكرام. نشوف الفيديو نعم حينما تم قبضه يا اخوتي الكرام. نشوف مع بعض.